مشرط مش ناسي يا رشيدة، يعني بيمثل، وأكيد هيسرق المتحف. هاي حبيبة. هاي بكار، خير؟ ازيك يا حبيبة؟ ازيك يا خالة؟ أبوكي موجود يا حبيبة؟ أيوة يا بكار. مشرط مش ناسي حاجة. وانت عرفت ازاي؟ لما كنا واخدينه وجايين على المتحف قال لي روح لأمك والرشيدة، وأنا ما قلتلوش خالص إنني عندي معزة اسمها رشيدة. ما يمكن سأل حد ولا حاجة. يمكن طبعا، بس برضو أنا قلت أقولك يمكن يكون ناسي كل حاجة فعلا، بس برضو الاحتياط واجب. أنا ما كنتش مطمن. وانا قلت لحضرتك اننا ممكن نشوف له شغل في مكان تاني. سيبك من الموضوع ده دلوقتي، في حاجة ناقصة؟ كده يا فندم كله موجود، مفيش أي حاجة ناقصة. يعني إيه؟ ظلمنا الراجل؟ زي ما قلت لحضرتك مفيش أي حاجة ناقصة. ومشرط فين؟ قال لي إنه رايح ينام، في الأوضة اللي جبناها له؟ بس أنا بصيت هناك قبل ما أجي، مش موجود هناك. هو حر، يمكن راح يتمشى ولا حاجة. المهم انه ما سرقش حاجة. قلقتنا على الفاضي. الحرص واجب. ما تخلوش يعرف إننا شكينا فيه عشان ما يزعلش. حاضر، مش هقول له حاجة. ايه يا ريس اويندي؟ أني شاكك في حاجة. اللي هي لو حقيقة يبقى الزبون بتاع النهاردة مش هيلزمنا. اللي هي ايه برضه؟ دي تحتها خريطة. خريطة ايه؟ مش عارف، بس ممكن تكون حاجة اكتشفوها أصلا وطلعوها من تحت الأرض ومحطوطة في متحف هنا ولا في القاهرة، وممكن بقى تكون سر ولسه ما حدش اكتشفه. خلاص ندي البردية للراجل الأجنبي اللي عايز يشتريها ونقسم الفلوس وخلاص، بدل وجع الدماغ على الفاضي. استنى يا حرامي، أنا؟ انت لسه ورور على قدك، ما تفهمش في الحاجات دي مش شغلانة تخطف واجري. قول يا كبير. واحنا ليه ما نعملش الاتنين؟ انت مش راجل بتعرف تقرا البرديات؟ اقرا لنا الخريطة ونقلها في ورقة ونبيع البردية ونكمل احنا. الخريطة تحت الرسم، يعني لازم أمسح الرسم ده كله عشان أعرف أقراها. والبردية تبوظ وفلوسها تضيع علينا. أنا بقول بلاش. وأنا بقول نجرب، ولو البردية دي باظت على ما فيش، المتحف مليان وأنا لسه شغال هناك ومفيش حد خد باله من أي حاجة. بس لو طلع الراجل ده معاه حق. عم مشرط بقول لك احتمال يلاقي خريطة، وبعدين احتمال توصلنا لحاجة، وبعدين احتمال تكون الحاجة دي لسه محدش اكتشفها، واحتمال تبقى اتاخدت خلاص. كل دي احتمالات، وانا بقى بتاع الأكيد. احنا في ايدينا بردية تتباع بملايين، وانت دلوقتي شغال في المتحف، يعني ممكن كل يوم تجيب لنا واحدة جديدة، وأويندي يعمل مكانها واحدة مزيفة، ونبيع ونكسب من غير ما حد ياخد باله. هنطمع ليه؟ السلام يا داوشي، تعجبني فيك قناعتك. شكرا يا معلم. أنا بقى عايز أعرف الخريطة اللي في البردية دي. وانا؟ انت مالكش رأي، قلت لك ور انت ور. اشتغل يا ويندي، امسح الرسم وخلينا نشوف الخريطة اللي بتقول عليها. ومش مهم الزبون اللي هيشتري ده، بكرة نجيب مليون زبون غيره.
خريطة مقبرة محدش عرف يوصل لها. يعني مقبرة محدش لمسها ولا فتحها. دي ممكن تبقى زي كنز توت عنخ آمون. شفت يا فقري؟ والمقبرة دي فين؟ في وادي الملوك. بينا على هناك يا رجالة. يلا بينا. يا حسونة، وإيه يعني لما اتجابله؟ أنا بقولك إن شكله كان بيخطط لحاجة. ازاي يعني؟ لقيته ماسك قلم وورقة وبيخططهم؟ ثانية واحدة هضحك وارجع لكم. حسونة، مالكش دعوة انت يا فارس. أبويا قالي إن عم أوندي ده اتقبض عليه كذا مرة قبل كده وهو بيهرب وبيزور آثار، ومشرط كان عنده امبارح. يبقى ايه؟ يبقى لازم نتأكد قبل ما نعمل أي حاجة. طب تعالوا احنا التلاتة نروح هناك ونشوف. هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه؟ ادخل يا بكار وشوفوا جوه. ما تدخل انت. ايه انت فاكرني ان انا خايف؟ لا، بس انا يعني عايزك تدخل انت عشان تتشجع. طب اقول لكم، تعالوا احنا التلاتة نعمل نفسنا هنشتري حاجة. هاي، واضح ان مفيش حد. طب يلا نمشي. ده انت جبان جبن. عايز ايه يا فارس؟ انت مش جايبنا وراك لغاية هنا؟ لو عاوز تمشي امشي يا حسونة، أني مش همشي. ولو جه عم أوندي هقوله إن إيه ده؟ قلتلك حرامي. هي دي الأصلية، وواضح إن مشرط حط بردية مزورة وخد دي. وليه مسحوها وبوظوها كده؟ بص كويس يا حضرة المدير، دي خريطة. خريطة المقبرة مش معروفة، محدش دخلها قبل كده. دي في وادي الملوك. يبقى لازم نبلغ الشرطة فوراً. هنا هو ده المكان اللي الخريطة بتوصل. وهنعمل ايه؟ ايه؟ احنا هنحفر وانت هتقف تتفرج؟ أني راجل عجوز وكفاية إني وصلتكوا لهنا. يلا بينا. بيتهيألي إن إحنا مش هنضطر نحفر. ليه؟ شواغين، ما تسيبونيش هنا يا دي أخلاقي. مش عارفين نشكركم ازاي. احنا بسببكم مش بس حمينا المتحف من السرقة، ده احنا كمان اكتشفنا أكبر مقبرة من مقابر وادي الملوك، وكل الآثار اللي فيها هتتنقل هنا في المتحف وهتتحط في المخزن. ليه؟ لغاية ما نلاقي لها مكان يا بكار. ربنا يستر على المخزن ده، مشرط لا يمكن ينساه أبدا. المهم أنا عندي ليكم مكافأة هايلة. من النهاردة انتوا التلاتة ممكن تدخلوا المتحف في أي وقت ببلاش. يا سلام يا سلام.
كل يوم هنيجي هنا. بكار، معلش لو سمحت عايزك تيجي معايا. المرة دي فقد الذاكرة فعلا. ايه؟ أيوة، والمرة دي لازم يفتكر لأنهم عايزين يستجوبوه ويقول لهم هو خد إيه بالظبط من المتحف ومين بقية اللصوص. طب واني أنت الوحيد اللي ممكن تخليه يفتكر يا بكار. أنا فين؟ أنت في المستشفى يا أستاذ مشرط. مشرط؟ مشرط مين؟ ده يبقى اسمك. وده اسمي ده؟ يا بكار لازم تساعدني. يا دكتور، ما حضرتك شفت اللي حصل المرة اللي فاتت؟ معلش، لازم يا بكار. هيصدقوني تاني واضحك عليهم تاني. أنا إنسان، ده أنا أنا مين؟ بكار، صباح الخير يا أمي. صباح النور. انت صاحي؟ من بدري وصليت وفطرت كمان. ده ايه النشاط ده كله؟ النهاردة أجازة وأني خلصت الواجب وعايزة أروح أقابل همام وفارس. ومستعجل كده ليه؟ مش عايز أضيع وقت خالص، عايزة أحس إني استفدت من كل دقيقة في الأجازة. ربنا يسعدك. طب قولي، تتغدى ايه؟ أي حاجة هتعمليها هتبقى حلوة يا أمي. أعمل لك ملوخية؟ ملوخية؟ يا ريت. ده غالي نجم فوق في العالي. هاي همام، هاي هاي بكار، هاي حسونة، هاي فارس، هاي. هنعمل ايه؟ عايزينها تبقى أحلى أجازة. أنا عندي فكرة حلوة. وانا مش مطمن. تعالوا نروح المكتبة نقرا، ده في كتب جديدة نزلت امبارح واني مش قادرة استنى. قلتلكوا مش مطمن. كتب ونقرا. ايوه يا حسونة، ده عم شلبون بيقول انها قصص جميلة جدا. يا بكار، احنا لسه كنا في المدرسة وعمالين نقرا ونحفظ ونكتب وبنقول لك عايزينها تبقى أجازة كويسة. وبعدين احنا عايزين نتحرك، هنخرج من البيت نقعد في مكتبة؟ خلينا قاعدين في البيت احسن. تعالوا نطير طيارات ورق. وانا ما بحبش الطيارات الورق. ولا انا. وانا عايز اجري. يوه. تعالوا نلعب كورة. هو احنا مفيش اي حاجة نعملها غير الكورة؟ انا زهقت من الكورة. لانك على طول بتتغلب. ما انتوا بتخلونا العب مع بكار وهو ما بيعرفش يلعب ولا يقف جون. انا مش عايز العب كورة، تعالوا نلعب بلي. ايه ده؟ انا ممكن اسلف كل واحد بلية ونلعب مع بعض. لا طبعا، نلعب كورة. نطير طيارات. نجرى. نلعب بالبلي. خلاص، تعالوا نلعب حاجة تانية خالص مع بعض. ايه هي؟ استغماية. فارس يعد ويغمي عينيه واحنا نستخبى. وش معنى انا؟ ما تغمض انت عينيك. نعمل جرعة. انا مش عايز العب استغماية، تعالوا نلعب نط البصر. مش على الصبح كده يا همام، هنتعب ومش هنبقى عارفين نعمل ايه تاني. هو احنا عارفين نعمل ايه اولاني لما هنعمل تاني؟ طب تعالوا نروح المكتبة نلون بالالوان. برضو المكتبة؟ يا بكار، مش عايزين نقعد، عايزين نتحرك. وبعدين انت بس اللي بتعرف ترسم. بقول لكم ايه، تيجوا بدل ما نلعب نطلع المركب مع ابويا ونصطاد سمك. وبالمرة نبقى اشتغلنا مع ابوك ببلاش. ايه اللي بتقوله ده؟ ما بحبش ان اطلع اصطاد. ما تيجوا نروح السوق نتفرج على الأراجوز. شفته 100 مرة. يبقى ما قدامناش غير اننا نجيب بومب وصواريخ ونفضل طول اليوم نفرجحهم تك 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 تك. لا طبعا، انا عندي فكرة تانية.
اليوم هيضيع. بقالنا أكتر من 3 ساعات مش عارفين هنعمل إيه. بقول لكم ايه، تعالوا نعمل كله بامية، واللي يكسب يختار لنا حاجة نعملها مهما كانت بقى وخلاص. ماشي، نعمل كله بامية. ما بحبش البامية. أنا جوعت. وأنا كمان. وأنا برضو، أصل أنا ما فطرتش. تعالوا كلوا معايا في البيت، ده أمي عاملة ملوخية تجنن. لا، ملوخية ايه؟ أنا أمي عاملة محشي من امبارح ومش هاكل غير محشي. سلام. أنا ما بحبش الملوخية برضو، هجيب سندوتش فول من السوق. فارس، تيجي معايا؟ لا يا بكار، تعال انت معايا، اصل انا هاكل النهارده فتة بالدوكة والاصلاد. بس دي أكلة تقيلة جوي. جوي ولذيذة جوي، ده انا بقالي اسبوع بحلم بيها، وامي قالت لي هتعملها لي النهارده، زمانها خلصتها. سلام. اليوم هيضيع كده يا رشيدة. واني اللي كنت فاكر انه هيبقى يوم جميل. على فكرة اني ممكن اروح المكتبة لوحدي، بس هزهق. وبعدين ايه فايدة ان الواحد يكون عنده صحاب لو هيعمل كل حاجة لوحده؟ انا مش فاهم هما ليه مش عايزين يجوا معايا المكتبة. كان زماننا دلوقتي رحنا وجرينا وانبسطنا. هو ليه بس ما نبقاش كلنا متفقين وعاوزين نفس الحاجات؟ يعني ليه بس ما نبقاش كلنا زي بعض ونحب نعمل نفس الحاجات ونروح نفس الأماكن؟ ياه، ده الدنيا كانت هتبقى حلوة قوي. أني تعبت من كتر الكلام وصحي بدري. أنام شوية بس أني كمان. بكار، اصحى يا بكار. ايه ده؟ هو انت مين؟ يعني ايه السؤال ده؟ انت مين؟ وازاي انت شبهي قوي كده؟ انا بكار برضو وعشان كده شبهك، او انت اللي شبهي، مش هتفرق. يلا تصبح على خير يا بكار. أنا تعبت من كتر الكلام وصاحي من بدري وعاوزة أنام شوية بقى. رشيدة، وانتي فاهمة حاجة؟ ايه ده؟ أنا مش فاهم أي حاجة. ايه اللي حصل يا رشيدة؟ معقولة دي؟ ممكن تكون فعلا أمنيتي اتحققت؟ طيب أنا هتأكد بنفسي، وعشان أتأكد مفيش قدامي غير طريقة واحدة. هوي هوي بكار، هوي بكار، هوي يا بكار، هوي. ها؟ بكار وبكار وبكار وبكار. ها، أكيد. يا دماغي. طيب هو انتوا بتعملوا ايه؟ احنا كنا لسه حالا بنفكر هنعمل ايه. لا، ما تقوليش انكم مش عارفين هتعملوا ايه وانكم مختلفين مع بعض. لا طبعا، كلنا عاوزين نروح المكتبة نقرا. رشيدة، أمنيتي اتحققت. كل الناس بقوا زيي يا رشيدة، ومش هنختلف مع بعض أبدا.
ولا هيبقى في حد عايز يمشي كلامه على التاني او ايه ده؟ ايه؟ اقف في دورك. هو ده طابور ايه؟ طابور المكتبة. كل دول كلنا عايزين نفس الحاجة، نجرى في المكتبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، أنا عايزة أقرأ كتاب عن السندباد البحري. أيوة بالظبط. عرفت إزاي؟ الكتاب ده خلص، مفيش منه أي نسخ تانية. كل بكار هنا عايز نسخة، وإحنا ما كانش عندنا غير 17 مليون نسخة. إيه؟ بس معلش بقى، فيه كتب تانية قديمة زي رحلة إلى باطن الأرض. قريته قبل كده. أنواع الألوان. يوه، وده كمان قريته كتير. فيه كتب تلوين. قريتها ولونتها واني صغير. هي كلها متلونة فعلا، والناس كلها برضو جاروها، وعشان كده محدش عايز ياخدها. حاجة تزعل. معلش، دي مشكلة واحدة. أنا هعمل حاجة تانية. يا جماعة، تيجوا نرسم؟ فكرة حلوة. أيوة، يلا نرسم. أنا برسم من الصبح. تعالوا، المنظر من هنا تحفة. أيوة، كويس جدا. فعلا منظر كويس. كويس جدا. تعالوا، يلا تعالوا. طيب، ايه رأيك في رسمتي؟ زي رسمتي. دي نفس شكل رسمتي بالظبط. لا، دي رسمتي. الله على رسمي. شفتي؟ كل الناس بيرسموا زي رشيدة، او انت اللي بترسم زي كل الناس. مفيش هنا حد احسن من حد في اي حاجة. ايوه، كلنا زي بعض. هاي حسونة، هاي فارس، هاي، هنعمل ايه؟ عايزينها تبقى أحلى أجازة. تعالوا نلعب حاجة تانية خالص مع بعض. أنا جوعت. وانا كمان. وانا برضو. سلام. ايه فايدة ان الواحد يكون عنده صحاب لو هيعمل كل حاجة لوحده؟ يعني ليه بس ما نبقاش كلنا زي بعض ونحب نعمل نفس الحاجات ونروح نفس الأماكن؟ ياه، ده الدنيا كانت هتبقى حلوة قوي. اصحى يا بكار. ايه ده؟ هو انت مين؟ يعني ايه السؤال ده؟ ايه ده؟ أني مش فاهم أي حاجة. متقوليش إنكم مش عارفين هتعملوا إيه وإنكم مختلفين مع بعض. لا طبعا، كلنا عاوزين نروح المكتبة نجرى. إيه ده؟ إيه؟ أقف في دورك. هو ده طابور إيه؟ طابور المكتبة. كل دول كلنا عايزين نفس الحاجة. الكتاب ده خلص، مفيش منه أي نسخ تانية. كل بكار هنا عايز نسخة. حاجة تزعل. يا جماعة، تيجوا نرسم؟ فكرة حلوة. أيوة، يلا نرسم. ايه رأيك في رسمتي؟ زي رسمتي. دي نفس شكل رسمتي بالظبط. لا، دي رسمتي. الله على رسمي. شفتي؟ كل الناس بيرسموا زي رشيدة، او انت اللي بترسم زي كل الناس. مفيش هنا حد احسن من حد في اي حاجة. ايوه، كلنا زي بعض. همام وفارس وحسونة كانوا بيحبوا اللي انا برسمه. هما ما بيعرفوش يرسموا زيي،
وانا ما بعرفش العب كورة زي همام، واحنا الاتنين دمنا مش خفيف زي حسونة، ومفيش حد فينا شاطر في العربي زي فارس. كل واحد كان شاطر في حاجة. عندك حق يا رشيدة، احنا ما كناش بنتفق. داني حتى اما قلت لهم تعالوا كلوا معايا ما حدش جه. اني جعان. اما اشوف امي عامله لنا ايه. طبعا ملوخيه. ايه ده؟ ايوه بقى ملوخيه يا سيدي، على الملوخيه. اني بحب الملوخيه، واني كمان دي احلى اكله. اصلا مفيش اكله تانية غيرها، لانها جميله وامي بتعملها كويس جدا. ها؟ امك؟ دي امي انا. لا طبعا امي انا. لا طبعا دي امي انا. بطلوا بقى، دي امي انا. امي بس. لا طبعا دي امي انا. بطلوا بقى، امنا كلنا. بكار. نعم يا ايوه انا انا مش عارفه اقول لكم الحكايه دي ازاي. بس خلاص ما بقاش فيه ملوخيه. ايه؟ لا بتقولي يعني ايه؟ ايوه، الطبق ده كان اخر طبق ملوخيه، لانكم ما بتاكلوش غير الملوخيه فخلصت من السوق. وبعدين ليه كده؟ طب هنعمل ايه كده؟ ممكن ناكل عدس او فول او لوبيا ناشفه، او بسله. بس اني بحب الملوخيه. مش مشكله، ممكن ما ناكلش ملوخيه ونضحي بيها زي ما ضحينا بحاجات كتيره بنحبها. لان كلنا بنستخدمها وما بنستخدمش غيرها. والحاجات التانية اللي ما بقيناش بنلاقيها زي الكور والطيارات الورق والبومب والبيلي، دي حاجات اصلا محدش فينا بيحبها، والناس اللي بتعملها فلست عشان ما فيش اي اطفال بيشتروها. ثانية واحدة، انا عايزة اسألكوا سؤال. هو انتوا عاوزين تطلعوا ايه لما تكبروا؟ ده سؤال ده. شوف يا عم بيقولك ايه، سهلة جدا. هو في غيرها؟ رسام طبعا، رسام. واني كمان طبعا هبقى رسام. ومين اللي هيبقى دكتور ويعالجنا لو تعبنا؟ ايه ده؟ اني ما اقدرش اعالج حد، اخاف. واني كمان. ايوه دي حاجة تخوف. واني اصلا لو شفت دم اخاف جدا. ايوه واني كمان. اني ما بحبش الشغلانة دي، ولا انا. شغلانة صعبة. ومين اللي هيبقى مهندس يبني لنا بيوتنا؟ ومين اصلا اللي هيصنع لنا الالوان اللي هنرسم بيها؟ انا سمعت اصلا انهم هيلغوا الاحياء والعلوم والحساب من المدرسة. ومش هيدرسوا لنا غير الحاجات اللي احنا بنحبها. ايوه، الشعر والقصص والرسم. وعلى فكرة مش هيبقى فيه حصة العاب. طب ونعيش كده ازاي؟ في حاجات احنا ما بنحبهاش بس لازم تبقى موجودة. لازم يبقى عندنا دكاترة ومهندسين ومدرسين وفلاحين، وإلا مش هنعرف نعيش. لازم نقسم كل حاجة بينا. أيوة صح، أني موافق على الكلام ده. وأني كمان. وأنا. كلنا موافقين. طب يلا نقسم الشغل بينا. أني هشتغل شغلانة وانتوا تشتغلوا شغلانات تانية. ياه الحمد لله طلعوا بيفهموا. هتشتغل ايه؟ رسام طبعا. ايه ده؟ أني اللي هبقى رسام. لا طبعا أني بقول أني اللي هشتغل رسام. أني اللي هشتغل رسام. قلتلك أنا. أني حاسس إنني عطشان. أيوة. زهقان. أيوة. وكل اللي بتحبه بقى ماسخ وملوش أي طعم. أيوة. وكل اللي أني بقدر أعمله ما بقتش أحبه زي الأول. وأني كمان. وأني برضو. وأني كمان برضو.
أني مستغرب لأننا بنقول كل اللي أنت بتفكر فيه. أيوة، وأني كمان. إيه ده؟ إيه؟ في إيه؟ عيب عليك. أني عملت إيه؟ أني وقعت في التين من غير ما أقصد، ودي حاجة ممكن تحصل لك. أكيد. طب ليه الكلام ده بقى؟ كلام إيه؟ أنت كنت بتفكر إنني أكيد جلابيتي مش مغسولة لأنني كنت بلعب ومهمل ومش عايزة أستحمى. أني ما تكذبش. مش هكذب، لكن عرفت إزاي اللي أنت كنت بتفكر فيه؟ أيوة، لأننا كلنا هنا بنفكر زي بعض بالظبط. وبنوصل لنفس الفكرة في نفس الوقت. بس دي حاجة سخيفة، مملة، تضايق، تجنن. بصراحة كل ده أكيد، بس خلي بالك يا بكار. أني لا، هو بقول لك خلي بالك لأننا كلنا هنا متفوقين وشاطرين وموهوبين كمان. ماشي، بس أني وحشني الناس التانيين. غريبة يعني محدش قاطعني المرة دي، لأنك كنت بتفكر إن لو حد قاطعك المرة دي هتتمنى إن الحياة ترجع زي ما كانت وكلنا نختفي. بس كفاية، اخرجوا من دماغي، مش عارف أفكر. قصدك مش عارف تفكر؟ أفكار مش هتعجبني. وليه يعني لازم أعجبكم؟ لأنك زينا كلنا ومش مختلف عنا، وبكرة هتبقى مجرد رقم. ويجي بكار جديد مش فاهم حاجة. أيوة، وتجاوب على أسئلته زينا. إيه ده؟ هو راح فين؟ أيوة صح، ده اختفى. سيبكم منه شوية وهنلاقيه. هو مين؟ أهو بكار زي أي بكار وخلاص. عندك حق، شوية وهيرجع لنا. هيروح فين يعني؟ أنا إيه خلاني أبقى كده؟ أنا ليه حاسس بغربة كده؟ أنا إيه خلاني أبقى كده؟ أنا ليه حاسس بغربة كده؟ ليه كل حاجة حلوة كانت بتبسطني بقت وحشة وحشة كده؟ حلوة الحياة في اختلافنا، اختلافنا فيها رحمة. ألوان الكون بتتجانس، شوف فيها كم لون ولا حد حاسس. لو كانت كلها لون واحد هتبقى مشكلة. يا جماعة الحقوا! ايه في ايه يا بكار؟ مقبول حصل ايه؟ نلحق ايه؟ في واحد زارع ملوخية. اني هروح اجيب منه عشان امي تعمل لي ملوخية. ده نفس اللي انا فكرت فيه بالظبط. وانا كمان هعمل كده. وانا طبعا. يلا بينا، اني هسبقكم، اني اللي هسبقكم. ايه ده؟ هات انت. سيب انت. ولا انت ولا هو. اني اللي هاكل. اني اللي هاكل اخر علبة. اني اشتريت اخر علبة الوان من النوع اللي ما بنعرفش نرسم الا بيه. اوعوا تسيبوه يا بكار. ايوه، عاوز ايه؟ في ايه؟ بكار ده معاه اخر شوية ورق ممكن نرسم فيه. بجد؟ ومعاه كمان الوان لسه ما خلصتش. بتقول ايه؟ لا يا بخته. وطاقيته شكلها مختلفة غير طاقيتنا خالص. شكلها اصلية ولا ايه؟ ايه ده؟
اهجموا عليه. يلا اهجموا عليه. يلا هوي بكار، مالك؟ انت كنت نايم ولا ايه؟ الحمد لله. ايه، حلمت حلم؟ حلم ايه؟ ده كابوس. طب الحمد لله انك صحيت، احنا اتغدينا. قلنا خلاص بدل ما نقعد نضيع وقت في التفكير وكل واحد يبقى برأي، نيجي ونخليك انت تختار حاجة نعملها. لا لا لا، أنا ما عنديش أي مشكلة، أنا هعمل أي حاجة تقولوا عليها. لا يا بكار، انت اختار حاجة. لا، اختاروا انتوا وأنا موافق على أي حاجة تختاروها. بقول لكم إيه، تعالوا نلعب كورة زي ما همام جاد، أو نطير طيارة مع فارس، أو نلعب بالي مع حسون. حس كده بقى، يلا بينا نلعب كورة. لا طبعا، نطير طيارات. لا طيارات ولا صواريخ، احنا نلعب بلي. ليه بقى ان شاء الله؟ ايه يا بكار بتضحك ليه؟ أصلي مبسوط قوي عشان انتوا صحابي، وكل واحد فيكم بيحب حاجة غير التاني، وأهم حاجة مخلياني مبسوط فعلا إن مفيش مني كتير. بكار اتجنن. ياه، ده أنا كنت عطشان قوي قوي. إيه حسونة، ما قفلتش الحنفية ليه بعد ما شربت؟ هو نقفلها ليه؟ هي المية هتخلص ولا يعني هتخلص؟ أيوة هتخلص. لا مش هتخلص يا بكار، ما جاتش عليا. وبعدين المية على طول موجودة في الحنفية، عمالة ترخ في الحنفية، وكمان نهر النيل عندنا مليان مية. ايه؟ ما هو علشان تفضل موجودة لازم نحافظ عليها وما نسيبش الحنفية مفتوحة على الفاضي يا حسونة. ايه يا بكار، ايه هو في ايه؟ بص حواليك كده. ايه ده؟ معقولة؟ مش أنا لوحدي اللي بسيب الحنفية مفتوحة، ولا انت كل حاجة يا حسونة اقفل المية. ايه؟ حرام، المية دي ثروة كبيرة. قصدك زي الذهب يعني ولا ايه يعني؟ ايه؟ لا طبعا، المية دي أغلى من الذهب يا حسون. أغلى من الذهب ازاي يا أستاذ؟ طبعا، احنا ممكن نعيش من غير الذهب، لكن مش ممكن نعيش أبدا من غير المية. تعرف تعيش من غير المية يا حسونة؟ لا يا بكار، أنا عارف قيمة المية كويس. بنشرب مية وبنستحمى بالمية وبنطبخ الأكل بالمية. أمال ما بتحافظش عليها ليه وتكفي الحنفية بعد ما تشرب يا حسوني؟ ما هي المية كتيرة قوي قوي وعمرها ما هتخلص يا أستاذ. هو في إيه؟ لو كل واحد فينا ساب الحنفية مفتوحة زيك كده يا حسوني، المية هتجل، ولا قدر الله ممكن يحصل جفاف وما نلاقيش مية. ما تقلقش أمال يا أستاذ، المية كتيرة مش هتخلص أبدا. لا ده انت عايز لك حصة يا حسوني. بكرة إن شاء الله في الفصل هنكمل كلامنا عن قيمة المية. هو في حد يعمل كده؟ المية يا جماعة، المية. خليك انت طول اليوم جنب الحنفيات كده اهو. ما تفرحش قوي كده، ده حتة جون. لا يا حبيبي، ده 7 جون وانتوا 0. بصراحة حسونة حريف في الكورة جدا. مش في الكورة بس، وفي حاجات كتير كمان. أمال همام وفارس راحوا فين؟ أهم بيشربوا هناك. هاني كمان عطشت قوي من كتر اللعب. تعالى نشرب. يلا بينا. هات الجزاز اشرب يا همام. ما قلتش ليه؟ ده المية خلصت.
ما كنتش أعرف إنك عطشان يا حسونة. واني كمان خلصت الجزازة بتاعتي. مفيش مشكلة، في حنفية قريبة من الملعب، تعالوا نملى الجزايز. طب يلا يلا، احسن اني عطشان قوي. المية في الحنفية دي بتكون متلجة. ايوه عارفها. يا خبر، دي المية قطعة. يوه، على حظي يعني. طب يلا نلعب شوية على ما ترجع المية تاني. أنا مش قادر ألعب وأني عطشان. كفاية لعب، يلا نروح. وأني هروح أشرب من البيت وآكل كمان، ونتقابل آخر النهار نكمل لعب. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. جايين لي انا بقى. يا امي يا امي، عاوز اشرب يا امي. المية قطعة من الصبح يا ولدي. لا، انتوا اكيد بتصوروا الكاميرا الخفية وبتشتغلوني. مش فاهمة ايه كاميرا خفية دي؟ بقول لك مفيش في البيت ولا نقطة مية، كلها شوية وتيجي. ولا حتى كوباية مية صغيرة اشربها؟ ولا نقطة خالص. معلش استحمل. يعني هفضل عطشان كده؟ يوه. طب خد الجيركن ده واملاه من الكولدير اللي في الناحية التانية. مع اني مش بحب اعمل مشاوير، بس ماشي، اصلي هموت من العطش. بيقولوا إن المية قاطعة في البلد كلها ومش هتيجي غير على بالليل. لا، ده أنا سألت في شركة المية، قالوا لي دي ماسورة انكسرت وعاملة مشكلة كبيرة وممكن ما تجيهش غير بكرة. ايه ده بقى؟ احنا هنهزر ولا ايه؟ فين المية يا جدعان؟ حسونا عطشان يا جدعان. الله الله، صابونة ومية، يبقى على طول لعب بالرغاوي. يا خبر يا حسونة، حد يعمل كده في المية؟ معقول؟ حتى جردل المية اللي بينفعنا لما المية تقطع لعبت فيه بالصابون يا حسونة. ادلجيها واملي غيرها يا أمي. معقولة يا حسونة؟ ببساطة كده، هو أنت مش عارف قيمة المية يا ولدي؟ يا دي المية يا أمي، المية ما هي كتيرة خالص أهي ودايما موجودة. أمي كان عندها حق، والأستاذ وبكار، أنا فعلا ما كنتش عارف قيمة المية، لكن مش مشكلة، شوية كده وترجع تاني، وأني مش هبقى استخدم مية كتير زي الأول، أشرب وبس، وهبقى أقفل الحنفية، أو يعني هحاول أعمل كده. هحاول. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يا عم جردوني. هو يا حسونة. مالك يا عم جردوني؟ انت زعلان ليه؟ يعني مش عارف، نهر النيل ميته قلت وقل معاها السمك خالص. مفيش سمك؟ معقول الكلام ده؟ يعني لو مفيش مية يبقى مفيش سمك؟ طبعا السمك حياته في المية يا حسونة. يخرب بيتك يا شناوي. في ايه بس يا عم شناوي؟ مالك انت كمان؟ مصيبة، كارثة. حاجة تانية غير موضوع المية؟ لا، هي المية. الزرع نشف
والأرض شججت من قلة المية يا حسونة، مش هنعرف ناكل. يا جدعان مش هينفع كده، كل حاجة باظت وانا هموت من العطش. ايه ده؟ ده اني غبي قوي، ما اروح اشتري مية معدنية. بس يا حسون اسكت، احسن حد يسمعك ويخلصوا المية المعدنية ويشتروا كل الجزايز. خد يا عم عادل، أنا عاوز إزازتين مية كبار ساقعين قوي قوي وبسرعة. إزازتين إيه؟ المزاد خلص خلاص. مزاد إيه؟ بقولك عاوز مية. يا حبيبي آخر إزازة مية عملنا عليها مزاد، واللي دفع أكتر كسب وأخدها. هو الموضوع وصل لكده؟ طب ودي خدها بكام؟ ب570 جنيه. إيه؟ ليه؟ يعني إيه؟ مش كنت أقفل الحنفية أحسن؟ أني عطشان. بج مية. أني حسونة صاحبكم عاوز أشرب. طب أبلي شفايفي. ها؟ إيه ده؟ مية؟ إيه ده؟ أني كنت بحلم. أعوذ بالله، ده كان كابوس. الحمد لله. دي المية دي طلعت نعمة بجد، دي فعلا ثروة وغالية. دي أغلى من الذهب. يلا يا حبيبي، يلا منك ليه؟ كل واحد يخلص شربه ويقفل حنفيته ويجرط عليها جامد ويتأكد إنها ما بتنجطش ولا نكتة واحدة. فاهمين؟ هو حسونا ماله؟ ايه يا همام؟ اقفل الحنفية لغاية ما تخلص كلامك. ما انا لسه اقفل بقولك. يلا ايه؟ اقفل. حاضر اهو. والله غادنا نرويك غادنا. يا أمي، خلصتي الغدا ولا لسه؟ هو يا ولدي، لا ما عملتش غدا النهاردة. ايه ده؟ أني جعان قوي النهاردة. همام نسي يجيب أكل معاه المدرسة، فأنا اديته نص سندوتشاتي. احنا معزومين على الغدا في بيت عمك. أصل شبلي ابن عمك اتخرج من الكلية وعاملين له حفلة النهاردة. أيوة كده، دي العمة تكانة أحسن واحدة بتعمل ملوخية وكشك في النوبة كلها. بتعمل الملوخية أحسن مني يا بكار. ها؟ لا، انتي أحسن. ازاي يعني؟ أيوة كده. مبروك يا شبلي. انت اتخرجت من كلية ايه بقى؟ من كلية الفنون الجميلة، قسم نحت. ودي تشتغل بيها ايه؟ بنا ولا مجاول؟ لا، ده بيقول لك فنون جميلة، يعني هيزرع بلح جميل. ايه ده؟ انتوا بتتريقوا عليا؟ عيب يا شبلي، دول جايين يباركولك وبيهزروا معاك. هيشتغل نحات يا عم جردوني، أو مرمم آثار. أهو العيل الصغير عارف، بس أني مش هشتغل في الترميم، أني نحات فنان موهوب. يا ابني بس ده مش شغل، المفروض تشتغل شغلانة بجد تاكل منها عيش. الإخلاص للفن شغل طبعا، وأني بدأت أشتغل من دلوقتي فعلا. في ناس طلبوا مني إن أنحت لهم تماثيل مقابل فلوس. يبقى شغل ده ولا مش شغل؟ يعني أنت بدأت تنحت تماثيل بجد؟ طب أني عاوز أشوفها. تعالى
هوريها لك. ياه، ايه ده؟ ده متحف. التمثال ده اصلي؟ لا طبعا يا بكار، أني صورت الأصلي ونحت زيه. ده كان أول مشروع ليا في الكلية. ده شكله زي الاصلي بالظبط. أني بعرف أجلد أي تمثال ممكن تتخيله، بس مش هي دي الحاجة اللي أنا عاوز أعملها. امال انت عاوز تعمل ايه؟ نفسي أبقى زي محمود مختار. عارفه؟ لا. ده أشهر نحات في مصر. عارف تمثال نهضة مصر اللي قدام حديقة الحيوان اللي في الجيزة؟ هو اللي نحته. بص، أني نحت واحد زيه بس صغير. ايوه انا عارفه، ده شبهه بالظبط. محمود مختار ده نحات عالمي، ليه تماثيل كتير جوي، ومعمول له متحف باسمه، مع إنه مات صغير سنة 1933، لكنه مشهور جدا وله شغل كتير. أني بقى نفسي أعمل تمثال ويبقى مشهور زي تمثال نهضة مصر كده. ان شاء الله تبقى زيه. والتمثال ده هو اللي عمله؟ لا، ده الشغل اللي حكيت لكم عليه. قابلت واحد وطلب مني أجلد له التمثال اللي في الصورة دي، وهيديني 250 جنيه. بس خلي بالك لا يكون بيتاجر في الآثار المزورة. لا ما تخافش، هو قال لي إنه بيجربني الأول، ولو عجبه شغلي هيطلب مني تماثيل كتير يبيعها في المحلات والبازارات للأجانب. طب هو ينفع ألون معاك التمثال؟ أصلي بحب الرسم والتلوين جدا. أوعدك يا بكار، لو الراجل عجبه شغلي هجيب لك ألوان مخصوصة بالفلوس اللي هيديها لي، وهخليك تلون التماثيل وتتعلم وتساعدني كمان. بجد؟ هي يا رب يعجبه شغلك يا شبلي. تتحركي يا رشيدة، أنا جربت أخلص التمثال أهو. بتعمل إيه يا بكار؟ بعمل تمثال من الطين عشان ألونه زي ابن عمي شبلي. بس الطين طري والألوان مش هتمسك فيه. ما أنا هديه لأمي تحطه في الفرن علشان ينشف، ما هو الفخار بيتعمل كده. بس هي فين الألوان دي؟ شبلي هيجيبها لي. ادعي بس ان الراجل اللي هو رايح يبيع له التمثال ينبسط من شغله. يا رشيدة وبعدين بقى، هو ايه اللي اخره كده؟ هو اتاخر ليه؟ ازيك يا شبلي؟ عملت التمثال؟ حضرتك اتاخرت جوي، اهو زي الصوره بالظبط. افارم عليك. ها، عاوزني اعمل لك منه كميه قد ايه؟ طب مش نشوف الاول يا شبلي السياح هيحبوا يشتروه ولا لا؟ امسك حق التمثال اهو، امسك. شكرا، مستني تليفونك. ايه رايك؟ ايه ده بالظبط الواد ده كنز. طب مش هتقول لي بقى ايه الخطة المرة دي؟ النهارده بالليل يا حلو
هتعرف مشرط بيخطط لإيه. اوعى. ايه رأيك يا رشيدة؟ زيك بالظبط، مش ناقص الا الالوان. هو يا بكار. هو يا شبلي، ايه عجبهم التمثال بتاعك؟ ايوه، وزي ما وعدتك جبت لك الالوان اللي قلت لك عليها. الله، ده انا كان نفسي فيها من زمان. شفت انا عملت ايه؟ انت شكلك ليك مستقبل كبير في النحت يا بكار. ولسه لما لونه هيبقى صورة طبق الأصل من رشيدة. خلي بالك بقى لا رشيدة تغير منه. بالك عليوة، امسك الحبل كويس. انا لو وقعت بكرش ده هموت يالا. عيب يا كبير، انت في ايد امينه. انا مش خايف الا من امينه دي. كده يا رشيدة التمثال بتاعك بقى شبهك بالظبط، ناقص بس اني الون العينين. يلا يا بكار يا ولدي، كفاية تلوين عشان تقوم تذاكر. حاضر، شوية بس يا أمي، هخلص تلوين رشيدة. ياه، ده بقى حلو جوي جوي يا بكار. شكرا، أنا عاوز أروح أوريه لشبلي. طب والمذاكرة؟ عشان خاطري يا أمي، هوريه لشبلي وارجع على طول. روح يا بكار، بس اوعى تتأخر. هي يلا يا رشيدة، مع السلامة. والله وعملتها بجد يا مشرط. يا ساوركي بيه، أنا مشرط، والمتحف بالنسبة لي زي الأوبن بوفيه. بخش آخد اللي أنا عاوزه، يغيروا له مديرين، يغيروا شركات أمن، يكش يغيروا له بامبرز. أنا مشرط. أنا إيه؟ مشرط. 100. أنا بقى هستنى شوية لحد ما الدنيا تهدى عشان أعرف أخرجه من البلد وأبيعه بره. بيعه دلوقتي حتى لو عايز، محدش عارف إن التمثال ده اتسرق أصلاً. إزاي؟ دي الحتة دي أهم حتة في المتحف كله، وأكيد البوليس بيدور عليها. المعلم مشرط بيقول لي سياستك إنهم ما يعرفوش إن الحتة دي اتسرقت أساساً. خلص الكلام. المعلم مشرط
وقع على عيل بيعرف يقلد التماثيل الأثرية، بيعملها زي الأصل بالملي، مستحيل تعرف تفرقهم عن بعض. والتقليد اتحط مكان الأصلي، والأصلي في إيدك اهو يا ساويركي باشا. إيه، مفيش مرسيخ. طبعا مرسيخ. وطالما كده بقى خليه يعمل لنا الحتة دي. اوبا، عارفها طبعا، دي حتة غالية أوي أوي أوي. يا عم ماشي، هظبطك، بس دي صعبة أوي. عاوز اللي يقلدها يكون واد ايده ميزان. عيب عليك، الواد اللي معايا ده يعمل أبوها وأمها كمان، ولو عايز خالتها نبعت نجيبها. حلوة جوي يا بكار. بجد؟ يعني أني بعرف أنحت زيك؟ وهتبقى أحسن مني كمان لما تكبر. أهم حاجة وانت بتنحت تركز جوي جوي في التفاصيل الصغيرة اللي في التمثال. أيوة أنا عملت كده فعلا. ونصيحة مني يا بكار، عاوز تنحت كويس شوف بصوابعك. طب إزاي يعني؟ صوابع النحات دي لازم تبقى حساسة جدا، هي اللي بتشتغل وبتحس بتفاصيل التمثال، هي اللي بتحول الطين والحجر لقطعة فنية. فلو عاوز تنحت صح خلي صوابعك هي اللي تشوف مش عينيك. صوابعي هي اللي تشوف؟ إزاي يعني؟ يا ترى ده بيت شبلي عبد الملك إدريس؟ أيوه، في إيه؟ أنا أبوه. ابنك مطلوب القبض عليه. أيوه، أني اللي عامل التمثال ده. وكمان بتعترف؟ ده إيه القضية السهلة دي؟ إيه اللي بتقوله ده يا شبلي؟ أني فعلا اللي عامل التمثال ده يا أبويا، لكن مش أني اللي بدلته في المتحف. صح كده، هو اللي بدل نفسه. انتوا عرفتوا ازاي اصلا؟ شوف يا سيدي، وهم بيجردوا التماثيل لقوا التمثال ممضي عليه اسم شبلي. وهو في حرامي يعمل كده ويوجع نفسه بنفسه؟ ما هو اللص دايما غبي، بيعمل حاجات غبية زيه بتوجعه. امال احنا بنمسكهم ازاي؟ التماثيل دي أني ببيعها لتاجر. قلتلي كده، شريكك في الجريمة صح؟ لأ، أني بقول الحقيقة. يا اخويا كل المجرمين بيقولوا كده في الاول. حد شاف قبل كده حرامي بيقول انا سرقت؟ انا ابني مش حرامي. يلا اتفضلوا من هنا، الجريمة لابساه. بإذن الله هتظهر براءتك. وبعدين هنعمل ايه؟ هنسيب شبلي كده؟ والله ما انا عارف يا بكار، احنا هنجيب له محامي وربنا يستر. هو ايه الصوت ده؟ ده موبايل شبلي. ده مكتوب التاجر. ليكون التاجر اللي بيقول عليه شبلي. نرد ولا ايه؟ ايوه لازم نرد. انا قلقان. انا هرد. الو. ايوه يا فنان، صوتك متغير كده ليه؟ معلش اصل عندي برد. المهم انا عاوزك تقابلني النهارده. ها، عندي ليك تمثال تاني عاوزك تعملهولي. ايوه هجيلك. سلام.
ايه اللي انت عملته ده يا بكار؟ هي دي فرصة شبلي نعمل فخ للراجل اللي بيستغله ده ونقبض عليه. والله فكرة حلوة، نروح الجسم ونقول لهم يخلوا شبلي يقابله ونقبض عليه متلبس. يلا بينا. ما ينفعش يا سيد. ليه بس يا حضرة الشاويش؟ طب وانا اعرف منين بقى انكم بتقولوا الحقيقة؟ مش يمكن بتعملوا كده علشان تهربوا المتهم؟ الراجل لسه متصل بينا، تحب تكلمه وتسمع منه بنفسك؟ طب واني اعرف منين بقى انكم مش متفقين معاه؟ تعال معانا شوفوا وخلي شبلي هنا. طب واني اعرف منين بقى انكم مش عاوزين تمشوناني من هنا علشان تهربوا المتهم من هنا؟ دي فرصة وجات لحد عندنا، طب نعمل ايه؟ طب واني اعرف منين بقى تعملوا ايه؟ طيب فين الضابط نكلمه؟ انت ازاي تستجرى كده وتسألني الضابط فين؟ طب الضابط في اجازة، ارتحت. اجازة فين؟ وانا اعرف منين؟ يا شاويش ساعدنا. اساعدكوا ليه؟ القضية عاوزة متهم والمتهم جوا واعترف، يبقى خلاص. يلا بقى اتفضلوا مع السلامة. عندي فكرة تثبت براءة شبلي. بقى انت يا صغير انت اللي هتحل الموضوع. اسمعني بس حضرتك، احنا نروح نقابل الراجل ده ونقبض عليه بنفسنا. والتهمة ايه بقى يا بكار؟ انه معاه صور اثار؟ لا، انت تقابله وتقوله شبلي عيان وناخد الصورة ونعمل زيها، وهو بياخد التمثال نمشي وراه، ولما يجي يبدله بالأصلي نطلب البوليس. انت فاكر نفسك المحقق كونان؟ ايه ده؟ انت بتتفرج على سبيس تون يا عم عبد العزيز؟ وكرتون نتورك كمان. المهم لو فرضنا اللي انت بتقوله ده، هنجيب له تمثال زي اللي عايزه ازاي؟ انا هنحته. بص، انا اللي عامل ده. ياه، ده شبه رشيدة بالظبط. ايوه، اني شاطر في النحت. والله شكلها فكرة مش بطالة. اتفقنا، انا هروح اقابله. يا رب الفكرة تنفع.